الفيديو هذه كما راكم تشوفوا راهي دايره حاله في العراق. القضيه هذه راهي طوندونس، راهي ترند في العراق. السبب وشنو؟ انه زوجة دخلت على زوجها. هاي مرتك علاء؟ اني مرتك، اني مرته، اني مرته. طلعني بتالي الليل على مود يجيك هو بنات. مرتي حبيبتي. مرتي اني مرته. لا شنو انت؟ قولي انت شنو؟ قولي انت شنو؟ انا بدي بالسبيل مو مرتاح. شلون؟ بالسبيل هوني. شنو بالسبيل؟ يعني بنت الليل. ايه وجايه ماشي السما. لقاتو يخدع فيها خيانه زوجيه، وصورت الفيديو بالدليل والحجه وشرعاته كارثه قانونيه انه باي حق تصور حياه خاصه وتشهرها في لي ريزو سوسيو. تسمى كان صورت وشكات وعلى اساسها حكموا له حبس عادي، بصح كي حطتها في مواقع التواصل الاجتماعي هاد العفسه ممنوعه عالميا، كاين حرمه على الاشخاص. يعني بغض النظر انه خيانه زوجيه ولا راجلك، بصح ما تحطيش في لي ريزو سوسيو. هنايا تسالت انايا قلت له كان صرات الحادثه في الجزائر واش حيصرى؟ واش حيصرى انه كابابل حتى في العراق، يعني كابابل الزوجه دوك تدخل الحبس اذا هو ثاني شكا بها باللي حطاتو في لي ريزو سوسيو وشهرت به، هي ثاني كابابل تدخل الحبس في العراق. هذه واحد 100% ولا 200% باللي تدخل الحبس لو كان يشكي بها. يعني حتى في الجزائر نفس الشيء. وشنو الدليل؟ هذا الدليل ما يعتبروهش دليل. حنا عندنا اجتهاد محكمه عليا هضر على كارت ميموار تاع التليفون في 2016 هاوليك خرج دوك نحطوه لكم. هضر على الكارت ميموار تاع التليفون. يعني حتى انه في عالميا يعني ما يشترطش الوطء، يشترط انه يكونوا في وضعيه داله وقاطعه على انهم كانوا يمارسوا علاقه. هاكو شايفين ليكيب بلا ما ندخل في التفاصيل. المهم احنا يهمنا الاساس القانوني. لو كان صارت في الجزائر القانون والقضاء كيفاش راح يدير؟ اسكو حيحكم له بالحبس؟ حتى احنا في الجزائر العقوبه تاع الحبس ما تلحقش 8 سنين، تاع الجريمه هذه 3 سنوات او ماكسيموم بنص الماده. دوك نحطها لكم ثاني. هذا موضوع مليح للنقاش. يعني ماذا بين القضاء يولي يتطور ويواكب تليفون. دوكا كارت ميموار تاع تليفون خلاص بكري، دوكا فيديو في التليفون نورمالمون يجوز على الشرطه العلميه ولا يجوز على اجهزه تقنيه تثبت باللي ما تموديفياش، ما دخلش على الاي ولا ما دخلش على اللوجيسيال تاع مونتاج فيديو، تصور بالكاميرا تاع الصح تاع التليفون ولازم يعتمد كدليل. والله اعلم. ماذا بيا تمدوا لي رايكم ونتناقشوا في هذا الموضوع. كثير من النساء يجيو يا استاذ هاني مسجل، هاني واش لقيت في التليفون تاعو، هاني سجلت، هاني درت له كاميرا في الدار، هاني واش ضبط كذا. هذه لازلنا لحد الان لا نعترف بها. اصلا المشرع ضبط حصر وسائل الاثبات وادله الاثبات كما في جريمه الزنا ثلاثه. حاله التلبس اللي اكتشفها ضابط الشرطه، لو كانوا اليوم طبقوا النص صحيح هذا، حتى الشرطي ما ينطبقش، حتى اذا جاء شرطي وحده واكتشف الحاله لا يمكن اعتبارها كدليل، لان النص وظف مصطلح ضابط الشرطه القضائيه حاله التلبس. الشرط الثاني او الدليل الثاني اللي يقبل الاثبات في هذه هو الاقرار والاعتراف اللي يكون في الرسائل المتبادله بين المتهمين، والشرط الثالث هو الاقرار القضائي. تلاحظ معي المشرع الجزائري حصر